قطيعة ما حدش بياكلها بالساهل. الولية وانا بنخنقها عضتني في ايدي، تاكلش عدوتها. مع نجم ابراهيم ريا وحلقه جديده من قصه حياتهم. بس قبل ما نحكي الحكايه رجاء الاشتراك في القناه وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السفاحة المرعبة ريا نشأت مع بداية السينما. اتولدت في 25 فبراير سنة 1914. اسمها الحقيقي بوليني أوديون. دخلت مدرسة الليسيه وأتقنت اللغة الفرنسية، لكنها ما كملتش تعليمها وخرجت في سن مبكر. كانت أختها سيرينا مطربة مشهورة وممثلة كبيرة في الوقت ده، وكانت من رواد المسرح، فكانت بتاخدها معاها في المسارح والحفلات اللي بتعملها، ومن هنا اتعلقت بالفن وبالتمثيل. بدأت حياتها راقصة ومونولوجيست ومطربة. اشتغلت في مسرح الريحاني بمساعدة أختها الكبيرة سيرينا إبراهيم، وغيرت اسمها من بوليني أوديون لنجم إبراهيم. سابت فرقة الريحاني واشتغلت في فرقة فاطمة رشدي، واشتركت في مسرحية العشرة الطيبة بتاعت سيد درويش سنة 1933. نتيجة الأزمة الاقتصادية اشتغلت مترجمة في مجلة اللطائف المصورة، لأنها كانت بتجيد اللغة الفرنسية وكانت بتجيد برضو اللغة العربية الفصحى. المجلة دي كان بيصدرها واحد اسمه اسكندر مكاريوس. لما اشتغلت في المجلة كان عندها 18 سنة. هناك قابلت أحد الصحفيين اللي أعجب بيها وأعجبت بيه، الراجل مسلم، بدأ يكلمها عن الإسلام، فهي بدأت تقتنع أو بدأت تميل للإسلام، وبالفعل اتقدمت للأزهر عشان تشهر إسلامها. سنة 1932 أعلنت إسلامها، يعني قبل إسلام ماري منيب بسنة واحدة. الناس قالوا ان هي اسلمت عشان تتجوز الراجل ده. الكلام ده غير صحيح، لان هي لو كانت اسلمت عشان تتجوزه كانت ارتدت عن اسلامها تاني لما مات، لان هو مات بعد اسلامها ب4 شهور، لكن هي استمرت على اسلامها وتمسكت بدينها. الغريب بقى ان هي اشهرت اسلامها لكن ما اعلنتوش. اشهرت اسلامها يعني راحت الازهر ونطقت الشهادتين وخدت الشهاده بان هي اسلمت. لما قدمت طلب لاشهار اسلامها، شيخ الازهر طلب منها ترجع بعد 40 يوم تفكر وتراجع نفسها، انت فعلا داخله عن قناعه ولا لا. فعلا رجعت بعد 40 يوم، أصرت على دخول الإسلام ونطقت بالشهادتين هناك. لما أسلمت كان عندها 18 سنة. كانت بتخاف جدا من أختها سيرينا. سيرينا دي كانت مطربة تقيلة قوي وممثلة كبيرة في الفترة دي، وكانت من رواد المسرح، بس كانت يهودية متعصبة جدا وكانت عنيفة في تصرفاتها، وبالتالي هي خافت منها، خافت من سيرينا وخافت من أسرتها، فأخفت عنهم خبر إسلامها. فضل الخبر ده سر، ما أعلنتوش علانية كده إلا سنة 1954 لما أختها سافرت إسرائيل. في نفس يوم سفر أختها أعلنت إن هي أسلمت. أختها سيرينا اشتغلت مطربة في فرقة اسكندر فرح، وبعدين دخلت مجال التمثيل السينمائي واشتغلت مع سلامة حجازي وسليم عطلة وجورج أبيض وفاطمة رشدي ويوسف وهبي، ومثلت عدة أفلام. اتجوزت سالم مزراحي المليونير اليهودي الشهير، وسافرت لإسرائيل سنة 1954. الغريبة إن أختها دي بقى في نفس اليوم اللي سافرت فيه لإسرائيل وهي داخلة المدينة اللي المفروض إن هي هتقيم فيها، اتقلبت بيها العربية واتحرقت واتفحمت جثتها. يلا في داهية بقى. نرجع بقى للفنانة الكبيرة نجم إبراهيم. سنة 1935 سابت المجلة ورجعت للتمثيل تاني لما أنشأت الدولة الفرقة القومية لمساعدة الفنانين على العودة للعمل، لأن حالة الكساد كانت عامة البلد كلها. عدد كبير من الفنانين قعدوا في البيت، فالدولة عملت الفرقة القومية واشتغل فيها عدد كبير من الممثلين والممثلات ومنهم نجم إبراهيم. الفرقة دي نجحت ونجحت فيها نجم إبراهيم. مثلت أول أفلامها سنة 1933 وكان اسمه تيتا وونج، اللي عملت ببطولته أمينة محمد خالة الفنانة أمينة رزق. سنة 42 عملت فيلم عايدة مع أحمد بدرخان، وبعدين فيلم رابحة مع نياز مصطفى، وبعدين عنتر وعبلة مع صلاح أبو سيف. يعني اشتغلت مع 3 من أهم المخرجين في السينما المصرية. لكن فيلم اليتيمتين اللي أخرجه حسن الإمام كان نقطة تحول كبيرة في حياتها الفنية، لأنه أظهر موهبتها في تشخيص وتجسيد الشر على الشاشة. انطلقت في تمثيل أفلام الشر لغاية ما لقبوها بشريرة السينما أو ملكة الرعب. وصلت سمعتها لهوليود، وكتبت عنها الصحافة الأمريكية إنها واحدة من أبرع من جسدوا أدوار الشر على الشاشة، مش بس في مصر ولكن على مستوى العالم كله. فأصبحت أيقونة للشر على مستوى العالم. من أشهر أفلامها الحرمان، الجريمة والعقاب، اليتيمتين، جعلوني مجرما. أما درة أفلامها فكان ريا وسكينة. أما مثلت دورها الشهير دور ريا في فيلم ريا وسكينة كان عندها 38 سنة. قالت إنها كرهت شخصية ريا، كرهت الدور ده، وعشان كده ما كانتش بتحب تحضر عروض أفلامها، لأنها كانت بتخاف إن الناس تفتكر إن هي شريرة في الحياة زي ما هي شريرة على الشاشة.
وشاعت اشاعه كبيره قوي ان هي اخت رائيه ابراهيم. الحقيقه ما فيش اي صله تربطهم ببعض، ده مجرد تشابه اسماء فنيه فقط، لا دي اسمها نجمه ولا دي اسمها رائيه. نجمه ابراهيم اسمها الحقيقي بوليني اوديون، ودي صوره نادره جدا لوثيقه اشهار اسلامها، وغيرت اسمها من بوليني اوديون الى نجمه داوود ابراهيم، موقع عليها من وكيل الازهر وشيخ الازهر وفي الشهود، ويعني في وثيقه دي رسميه ليها. اتجوزت مرتين، المره الاولى من الملقن عبد الحميد حمدي، استمر جوازهم لمده 9 سنين من سنه 1935 لغايه سنه 1944. نتيجة خلافات بينهم انفصلوا، واتجوزت بعد كده المخرج عباس يونس. الحقيقة هي كانت سعيدة الحظ لأن هي أسلمت عن قناعة، والاثنين كانوا ملتزمين دينيا. يعني الملقن عبد الحميد حمدي والمخرج عباس يونس الاثنين كان عندهم نوع من الوازع الديني أو التزام ديني، فساعدوها على كده كتير، وساعدوها على أن هي تدرس وتتعلم الدين بشكل أكبر. نجمة إبراهيم كان ليها مواقف وطنية كبيرة جدا وكتيرة جدا، على عكس أختها سيرينا إبراهيم كان ليها مواقف وطنية كبيرة جدا جدا ومشهورة. كان من ضمن اهداف ثوره 23 يوليو هو انشاء جيش وطني قوي، فالجيش طبعا كان محتاج تسليح. سنه 1954 طلبت مصر سلاح من امريكا والدول الغربيه، لكنهم رفضوا انه يدوا مصر سلاح. بدانا نتجه للكتله الشرقيه، لكن روسيا ما كانتش يعني عايزه تظهر على الساحه ان هي بتساعد مصر، لان الحقيقه كانت روسيا لسه علاقتها بمصر ما كانتش اتوطدت، وكان موقفها لسه في حاله شك من الحكومه المصريه والثوره. بدات تحصل يعني ايه تسليح من الباطن كده عن طريق الصفقه التشيكيه الشهيره، لكن مصر واجهتها مشكله ان ما كانش فيه فلوس، يعني الدوله ما كانش فيه فلوس كافيه لتمويل الصفقه دي، فلجأ عبد الناصر للموارد الداخليه. نجمه ابراهيم كانت من اوائل الناس اللي ساهموا في تمويل الصفقه دي، فعملت مسرحيه اسمها عوده ريا وسكينه، وخصصت ايرادات المسرحيه دي لتمويل الصفقه التشيكيه. الرئيس السادات كان عضو في مجلس قياده الثوره، حضر عرض المسرحيه دي وطلع على المسرح، حيته وحياها ومسك ايدها ورفع ايدها على المسرح قدام الناس وحياها تحيه حاره. سنه 1964 نجمه ابراهيم كان عندها مشكله في البصر، ولو نلاحظ الصور بتاعتها نلاقي ان عينها الشمال فيها زي سحابه كده، او يعني في شيء مش طبيعي في العين الشمال. بمرور الوقت بدا بصرها يضعف وبدأ يقل، بدأت تفقد بصرها، وآخر مسرحيتين ليها مثلتهم وهي شبه ضريرة، كانت بتتحرك حركات بسيطة جدا محسوبة بخطوات في دايرة ضيقة كده. كان جوزها المخرج عباس يونس كان هو اللي بيحفظها، كانش تقدر تقرا في الوقت ده، فكان بيحفظها الدور بتاعها وبتروح تؤديه وهي ضريرة. عملت على كده مسرحيتين، لكن سنة 64 فقدت الإبصار تماما. تكريما ليها ولدورها الوطني سفرها عبد الناصر لأسبانيا، وفعلا عملت عمليات جراحية واستردت بصرها تاني ورجعت سليمة وبدأت تمارس حياتها من تاني. أما أصيبت بالعمى تلقت دعوة من إسرائيل للسفر لإسرائيل والعلاج هناك. هي طبعا فنانة كبيرة ومشهورة وشهرتها على مستوى العالم، يعني ما كانتش مشهورة في مصر بس، دي كانت مشهورة على مستوى العالم العربي والعالم كله. احنا قلنا ان الجرايد الامريكيه كتبت عنها ان هي افضل من جسد الشر على الشاشه على مستوى العالم كله، دي شهاده من هوليوود عاصمه السينما يعني، فطبعا يعني ما فيش كلام بعديها. فاسرائيل ارسلت لها عايزينك تعالي تتعالجي عندنا واقيمي في اسرائيل، لكن هي رفضت تماما، وعبد الناصر سفرها لاسبانيا عشان تتعالج على نفقه الدوله. منحها رئيس السادات وسام الاستحقاق تكريما لها ولمسيرتها الفنيه ولدورها الوطني الكبير. فضلت معتزله التمثيل لمده 13 سنة لغاية وفاتها سنة 1976. مواقف نجمة إبراهيم ما كانتش بس مواقف وطنية، ولكن كانت لها موقف مع الإسلام وموقف ديني. الحقيقة إنها كانت غنية جدا وكانت مقيمة في فيلا، هي ما خلفتش فكانت مقيمة لوحدها. حولت دور أرض الفيلا بتاعتها لدار لتحفيظ القرآن، وتولت هي بنفسها تحفيظ القرآن. حفظت ما يزيد عن 1000 ولد وبنت حفظوا القرآن على ايدها. كانت بتتقن اللغة العربية الفصحى بالإضافة طبعا للفرنسية اللي اتعلمتها في الليسيه، وده ساعدها على حفظ القرآن بسهولة، وتحولت بعد كده لمحفظة للقرآن. وكانت بتعمل ندوة أسبوعية للفنانين وزملائها والفنيين والعاملين في المجال ده كله، وكانت الندوة دي قاصرة على مناقشة أمور الإسلام والدين، يعني كانوا بيقعدوا يتكلموا في الدين في ندوة أسبوعية كده في فيلتها. اشترت فيلا تانية وحولتها لدار للأيتام، كانت بتحرص على الإشراف على الدار دي بنفسها، حتى الأكل والشرب والحاجات دي كلها والنظافة والعناية الصحية بالأيتام كانت بتتولاهم بنفسها. حياتها كانت غريبة وموتها كان غريب. ماتت وهي بتصلي الفجر في الركعة الثانية. دخلت الخدامة بتاعتها، يعني كانت مقيمة لوحدها في الفيلا، ما كانش معاها حد غير خادمة كده بتساعدها، فدخلت لقيتها بتصلي في الركعة الثانية وأطالت السجود. ست بتحركها كده لقيتها وقعت وماتت. أوصت أن تقام صلاة الجنازة عليها
في جامع سيدنا الحسين. وفعلا خرجت جنازتها من سيدنا الحسين ومشي في جنازتها شيخ الأزهر وما يقرب من 1,000,000 شخص. ودي كانت نهاية فنانة كبيرة، فنانة عظيمة، ملكة الشر على الشاشة، كثيرة الخير في الحياة، نجمة إبراهيم اللي بنترحم عليها جميعا كل ما شفنا عمل من أعمالها. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.